عارفة إني مختفية عنكم من زمان من زمان، بس اللي خلاني أطلع اليوم هذه الوصفة لازم تجربوها. سمنة وزيت، حبة بصلة مفرومة، شوحها لين تدبل. بعدين أحط 3 فصوص ثوم مهروسين، أشوحهم. أحط شوية كزبرة، مو كتير، بس خليها تتشوح تكة ما تنحرق. بعدين أحط الفلفل الرومي، هذه حبة فلفل رومي، ملعقتين كبار صلصة. لكل نص كيس مكرونة ملعقة صلصة، ملعقة صغيرة سكر بني، هذه بهاراتنا. أهم شي البهارات تتحمس عشان تطلع كل النكهات اللي فيها. حمسهم. بعدين أحط عصير طماطم حق 4 5 طماطمات طماطم كبيرة. نظبط الملح، سيبها تتسبك شوية. بعد شوية بحط من موية المكرونة، سلق المكرونة بتخليها كده جوسي. نص ملعقة صغيرة ليمون محروق أو لومي، تخلي طعمه مرة لذيذ. نحط المكرونة اللي سلقناها. بعدين نزود ربع كاسة موية من سلق المكرونة، بتخليها زي ما قلت لكم جوسي. هذه الخطوة اختياري. بنحط جبنة شيدر، هذه بيضة، لو الصفرة برضو ما في مشكلة. بتخليها كده متماسكة مع بعض وكده جوسي كده مع موية المكرونة. دحين جا دور البرجر، تعالوا نسويه زي المطاعم ويطلع جوسي. أول شي بنحمي الطاوة مرة، بنحط مكعب زبدة. يا دوب البرجر بس ياخد الوجه نقلبه على الوجه التاني، يعني تقريبا 3 دقايق. بعد ما ياخد الوجهين نحط ملعقة زبدة ونقطة موية، بعدين نسكر النار ونغطيه شوية. هذه الحركة بتخلي اللحم يحفظ السوائل ويصير جوسي. شوفوا كيف العصارة حقه نازلة، ترى هو مستوي. بس شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. الحين أصلا أبغى العصارة هذه بستخدمها. قطعت البرجر. للطحينة أبغى ملعقة صغيرة فلفل أسود وكمون، فص ثوم، ونص كاسة طحينة، عصير ليمونة، وشوية غطا خل، وشوية لبن أو زبادي. نخلطه كده لين يصير تقيل. نخففه بالموية لين يصير قوامه كده خفيف شوية بس مو مرة خفيف. وطبعا لا ننسى الملح. تعالوا بقى للتقديم. نحط المكرونة ونحط اللحم حقنا، البرجر. شوفوا كيف قطعته عشان يكون سهل في الأكل. يا عيني يا عيني، ما شاء الله تبارك الله. حط الطحينة. نجيب عصارة البرجر نحطها، طعمها أصلا مدخن مرة لذيذة. آخر شي بنحط بصل مقلي وكزبرة. يا جماعة